أهلا بيكم. النهاردة هنشارك معاكم 5 طرق فعالة تزود بيهم دخلك بطريقة منظمة. خلينا ندخل في الموضوع على طول بعد الانترو. أهلا بيكم مرة تانية. هنتكلم عن ال5 نقط اللي قلنا عليهم في بداية الفيديو، اللي ممكن تكون أفكار كويسة تقدر تحقق من خلالها ربح إضافي أو دخل إضافي ليك. أول طريقة معانا أو أول فكرة معانا هو العمل الحر. تشتغل بشغل حر أو فريلانسنج، وده ممكن يكون في مجالات كتير جدا زي التصميم، البرمجة، الكتابة، الترجمة، أو حتى التسويق. لو عندك مهارة معينة ممكن تستغلها وتبدأ تعرض خدماتك دي على مواقع زي فايفر أو أبورك أو مستقل. حلاوة الشغلانة دي إنك بتشتغل من بيتك وفي الوقت اللي يناسبك، وكل ما تبني سمعة أكتر كل ما يجيلك شغل أكتر. الطريقة التانية الطريقة التانية هي عبارة عن بيع المنتجات أونلاين أو التجارة الإلكترونية. ممكن تبيع حاجات بسيطة زي منتجات يدوية أو ملابس أو حتى منتجات رقمية زي الكورسات أو الكتب. تقدر تبدأ على منصات في البيع زي فيسبوك ماركت بليس أو انستجرام، أو تعمل لنفسك متجر على منصة زي شوبيفاي. لو عندك منتج أو خدمة أو حتى تقدر تجيب منتجات بالجملة وتبيعها بالتجزئة، دي طريقة كويسة جدا تقدر تزود بيها دخلك. والطريقة دي كويسة جدا وأنا شايفها أفضل لناس كتير، إنك ممكن تبدأ يعني برأس مال صغير. وفي فيديوهات كتير على القناة ممكن تراجعها، هتفيدك في الموضوع ده كتير جدا. من أول ما بتشتري المنتج من العميل لحد ما توصل المنتج مع شركة الشحن وتستلم أرباحك، وممكن تراجعوها. الطريقة التالتة هي الاستثمار. مش شرط يكون عندك رأس مال ضخم عشان تعرف تستثمر. في دلوقتي منصات بتخليك تبدأ بمبالغ صغيرة جدا، عن طريق الأسهم أو السندات أو الصناديق الاستثمارية. تقدر تستثمر في عقار أو أسهم على المدى البعيد. والمهم إنك بس في الموضوع ده لازم تكون دارس كويس قبل ما تبدأ وتتعلم أساسيات الاستثمار ده، عشان تعرف تحافظ على الفلوس بتاعتك وتحقق دخل إضافي ثابت. الطريقة الرابعة إنشاء محتوى على الإنترنت. دلوقتي الناس بتقدر تكسب من يوتيوب وتيك توك وبودكاست أو حتى المدونات. لو عندك معلومة أو شغف تجاه موضوع معين، عندك دراية بموضوع معين، في تجربة عدت عليك تقدر تشاركها مع الناس. مع الوقت هتلاقي عندك متابعين كتير، ويجيلك على المتابعين دولت مشاهدات أرباح من الإعلانات والرعايات. أو حتى لو أنت في منتج خاص الناس بتدور عليه، ممكن أنت توفر لهم ده عن طريق إنشاء محتوى، وفي الحالة دي أنت هتفيد الناس وتستفيد. النقطة الخامسة هي إنك تتعلم مهارة جديدة. المهارة الجديدة دي مش مقتصرة على حاجة معينة. المهارة الجديدة دي ممكن تكون إنك مثلا هتتعلم السواقة، أو هتتعلم برنامج معين تقدر تجيب بيه شغل فيما بعد، أو إنك حتى تتعلم حاجة تضيف قيمة لشغلك الحالي. لو يعني مثلا لو شغلك في التسويق ممكن تتعلم تحليل البيانات أو الإعلانات على جوجل. لو شغلك في التصميم ممكن تتعلم تصميم ثلاثي الأبعاد 3D، يعني لأكتر من فرصة. وممكن كمان تزود الراتب بتاعك اللي انت فيه في شغلك نفسه. بس ده تقريبا الفيديو بتاع النهاردة. هو عبارة عن 5 طرق فعالة لزيادة الدخل. ناس كتيرة جربت الطرق دي. أهم حاجة إنك تبدأ بخطوة صغيرة وتستمر عليها، وتختار الطريقة اللي تناسبك وتناسبك مع وقتك. لو عندك أي أفكار تانية لزيادة الدخل أو جربت واحدة من الطرق دي، شاركنا تجربتك في التعليقات. وكمان ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات. شكرا ليكم ونشوفكم في الفيديو اللي جاي.